الرد على الخائن الجعان الكاذب. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام دوجا، حلقه جديده من برنامج عطاير، وحلقه مهمه جدا هتكون حلقه للتاريخ والمجد للارشيف، للرد على الجعان الخائن بين قوسين لقب جديد وهو الكاذب. هنرد على احمد السيد بلنتيزو، واستمرار للكذب الجديد يضاف لحمله من الكذب اللي هو اشتغل عليها الفترات الاخيره. في البدايه فضلا وليس امرا يا صديقي العزيز، استمرارا لدعم حضراتكم المتواصل الفتره الاخيره، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس واللايك والكومنت والشير مهمين جدا عشان صوتنا يوصل لكل الناس، وبالتحديد الحلقه دي لانها مهمه جدا. هنبدا الحلقه النهارده يا صديقي العزيز، وهنتكلم ونرد على احمد بلنتيزو بالونه وحلقه ابراهيم فايق امبارح في قهوه فايق. في البدايه بس احب اقول لك ان اختيار او فن اختيار التوقيت، طبعا الزمالك كسبان الكاس، فنتفق على ان زيزو يطلع تاني يوم الكاس ونصور الحلقه بعد نهايه المباراه، طبعا عشان نغطي ونغلوش وناخد القصه في اتجاه تاني خالص، ونخلي جمهور الزمالك ما يحتفلش بالكاس. لكن احتفلنا وبنحتفل وهنفضل نحتفل، كل بطوله بناخدها الحمد لله احنا كجمهور الزمالك بنعرف نحتفل وبنعرف نبروز ونقدم ونظهر بطولاتنا، فمحدش هيعرف يمنعنا من ان احنا نعمل ده. فطلع كابتن بالونه بلنتيزو مع ابراهيم فايق اللي هو المفروض اصلا تقريبا يعني شغال في قناه النادي الاهلي او شغال تبع لجان كيم جيم. استضافوا امبارح كابتن بلنتيزو، بيقول لك في جزء تاني بس انزل من على ودنك الجزء التاني لان هيتكلم فيه عن الاهلي في الغالب وانتقاله بقى الاهلي وقصه وطموحاته وكلام فاضي سيبك منه. احنا هنتكلم في اللي يخصنا احنا وفي اللي يخص نادي الزمالك والرد على هذا الجعان الخائن الكاذب. اول حاجه نخش في الموضوع على طول يا صديقي العزيز عشان نسرد الاحداث اللي كانت في الحلقه ونجاوب على حاجه ان شاء الله تكون سريعه. اول حاجه زيزو لما اتكلم في نقطه العروض المقدمه اللي جات له سواء من الشباب ولا من يوم ولا من قبلهم كان الريان القطري. لا مجال ان احنا نكذب ونلف وندور، وفي هذه القناه اتكلمنا، وارجع في حلقه كنت مصورها هنا اتكلمت فيها عن كشف حساب بعد انتهاء ملف زيزو، وشيلت الاداره الغلط اللي هي عملته في الملف ده. فنقطه العروض المقدمه لزيزو اللي اتكلم فيها ان هو جاله عروض والنادي ما رضاش يبيعه، الكلام ده حصل 100% ما فيهوش اي كذب. فزيزو ما كذبش في الموضوع ده كلام كان موجود على الراي العام لكوكب الارض كله. كلنا اتكلمنا ان زيزو جاي له عروض، والسوشيال ميديا جمهور الزمالك كانوا سبب في عدم بيع زيزو، لان هم قالوا تجددوا لزيزو ولازم زيزو يتجدد له وما ينفعش يمشي. فالاداره غلطت ان هي انساقت ورا السوشيال ميديا والجمهور وما جددوش لزيزو وما باعوش لزيزو. وهنا كانت الازمه او اللي احنا شايلنا مجلس الاداره الغلط في النقطه دي. فزيزو ما كدبش، جاله عروض كتير جدا، والاداره كانت عايزه تجدد لزيزو، حلم حياتها تجدد لزيزو عشان ده المفروض ان هو كان النجم الاول في الزمالك، فياخدوا البروباجندا وان هو احنا نجحنا نجدد لزيزو وده مطلب جماهيري. هنا النقطه دي منتهيه وما فيهاش كلام، فما كانش محتاج اصلا ان هو يطلع يتكلم فيها لان هي حاجه واضحه. كلنا عارفين ان زيزو جاله عروض والاداره رفضت تبيعه خوفا من الجمهور. نقطه من اول السطر. فهنا زيزو في قصه العروض اللي سردها كلها او العروض اللي جات له كلها حقيقيه مليون في الميه، فعلا جاله عروض، وخطا الاداره ان هي ما باعتش هذا الخائن الجعان الذي تم اضافه له لقب جديد وهو الكاذب. ليه الكاذب؟ تعالى يا صديقي العزيز نبدا بقى في السخن منه. زيزو اول حاجه قال لك ايه بقى يا صديقي العزيز؟ قال لك في حصل جلسه في الفترات الاخيره، وقرينا فيها الفاتحه واتفقنا على كل حاجه وهناخد كام وخلصنا كل حاجه، خلاص الموضوع خلص. ولكن ابويا بحنكته وفكره الجبار والسنس عنده في قلبه كده، راجل ابو كابتن احمد السيد زيزو ده ابوه عنده سنس. قال لك ابويا شك في ايه يا كابتن زيزو؟ ما تقول لنا شك ايه ده؟ الزمالك والاداره ليه سهلين قوي كده في الاداره؟ ما تيجي نعقدها. هو ما قالش كده، بس ده قرايه المشهد والكلام اللي بيتقال. فقال لك ابويا شك، قال ازاي المفاوضات سهله كده وبيقولوا هنديك رقم. المهم ابراهيم قال له طب وصلت لكام؟ قال له لا مش عايز اقول رقم، بس كان اقل من ال100 وكان اكتر من ال60 او من ال50. فالمهم يعني ان هم وصلوا الرقم الحمد لله. فكابتن زيزو والد زيزو، ما كابتن اسمه كان زيزو ابوه،
شك بقى، فقال لهم عندي شرط وحيد لازم احطه في العقد. وايه هو الشرط يا كابتن زيزو؟ ان زيزو ما يتباعش، ابني احمد ما يتباعش في اول سنه ليه. فهنا والدي استغرب، ولما حط الشرط ده الاداره رفضت. هنا معنى زيزو او كلام زيزو ان الاداره كان عندها سوء نيه ان هي تجدد لك وتبيعه. هو ده معنى كلام زيزو. طب ما تيجي كده يا صديقي العزيز نفتكر زيزو قال ايه من فتره، كانت في يناير من فتره لما كان في ازمات التجديد والقصه دي. تعال نقرا مع بعض احمد سيد بلانتيزو الجعان الكاذب الخائن قال ايه. زيزو قال لك احتراما وتقديرا لجماهير نادي الزمالك اود توضيح ما يلي. لا احب الخوض في التفاصيل وافضل الرد والتركيز داخل الملعب، داخل ارض الملعب، لان هذا هو عملي. ومع ذلك انتشرت العديد من الاخبار المغلوطه التي لا اعرف سببها، وما زال من يحاول استغلال اسمي لاثاره الجدل. هدفي الاول والاخير هو الحفاظ على استقرار النادي، وارى ان نادي الزمالك وجماهيره يستحقون الافضل دائما، كما اعتقد ان العلاقه بين نادي كبير واحد لاعبيه يجب ان تكون قائمه على الاحترام المتبادل، خاصه في ظل الظروف الصعبه التي يمر بها نادي الزمالك. وفي هذا السياق أجد أن الحديث عن هذا الملف أمر محزن ومؤسف للغاية، ويجب إيقافه. جميعا ندرك الظروف التي يمر بها النادي، ولا يجوز الإساءة لأي طرف أو إلقاء اللوم دون أدلة واضحة. فيما يتعلق بهذا الموضوع، لطالما أثبت مدى حبي وإخلاصي لنادي الزمالك وجماهيره، هذا كذب، أنت كذاب، ولا أحتاج إلى تبرير ذلك، كما أنني على دراية تامة بالمعاناة التي يتحملها مجلس الإدارة بسبب الأعباء المالية المتراكمة والمصاريف الكبيرة التي تكبدها النادي خلال الأزمة. إذا أراد نادي الزمالك استمراري، هنا عشان بس ده رد، هو ده الرد. إذا أراد نادي الزمالك استمراري فسأبقى حتى تنتهي الأزمة المالية، وإذا كنت الملف الأخير الذي سينظر فيه بعد صرف مستحقات اللاعبين وتجديد العقود وجلب لاعبين جدد، فأنا مستعد للانتظار. وإذا رأى النادي أن الاستفادة من الجوانب المادية المتعلقة به تصب في مصلحة النادي، فسأكون جاهزا للتعاون بأي طريقة ممكنة. في النهاية هدفي الوحيد هو رؤية نادي الزمالك وجماهيره في أفضل حال ومكانة. شكرا لكم جميعا. العفو يا كابتن كاذب، يعني انت بنفسك اللي قلت ان انا مستعد ان اي حاجه تصب في مصلحه الزمالك انا هعملها، ولو النادي عايزني ابقى موجود هبقى موجود، ولو عايز يبيعني ويستفاد مني ماديا انا موافق، ما عنديش مشكله. هنا لما الزمالك حب يجدد لك، عشان تعرف بس بالدليل القاطع كذب هذا الجعان الخائن، الزمالك لما حب يجدد لك، ويا اخي رغم ان انا بقول لك ده كده، بس افتراضا ان ده حصل وابوك بالسنس الجبار اللي عنده حس ان الزمالك عايز هيغدر بيك ويبيعك السنه الجايه، فقال لهم حطوا شرط ده ان زيزو ما يتباعش السنه الجايه. طب ما انت قلت في بيانك بنفسك، وده الستوري بتاعك، ان مصلحه الزمالك لو ان هم يبيعوني انا موافق. فين انت؟ مين فيهم؟ انت مين فيهم ايها الخائن الجعان الكاذب؟ بالدليل القاطع اثبتت لك كذب هذا الخائن الجعان. تاني حاجة يا صديقي العزيز، قال لك تعرضت لحملة ممنهجة أنا ووالدي في آخر 8 شهور وتعرضت للشتيمة. طب يا صاحبي، وجمهور الأهلي كان بيعمل فيك إيه؟ يا خائن وجعان وكاذب. جمهور الأهلي يا ابني كان بيشتمك طول ليل ونهار، كان بيقول عليك بالونة. فوحشة من جمهور الزمالك بقت وحشة؟ طب سيبك من جمهور الأهلي عشان ده المنافس طبيعي يشتمك، ما أنا عارف الإجابة. طب يا صاحبي، ما جمهور الزمالك نفسه اللي شتمك، شتم الونش يوم خروج الكونفدرالية. هل الونش عمل ايه؟ راح جري وقال الجمهور شتمني وراح مثلا مضى للاهلي او مشي في اي نادي رغم ان كان من حقه يمضي؟ جد شيكابالا نفسه ده اتشتم من جمهور الزمالك عادي جدا. ناصر منسي اللي جاب السوبر الافريقي والوقت بيجيب كاس مصر قبل كده كان بيتشتم عادي جدا. احمد فتوح اتشتم عادي جدا. ما هو طبيعي اللعيبه بتتشتم من الجمهور لما يكونوا مستواكوا زي الخرا. انت في الوقت اللي انت اتشتمت فيه كان في مباراه بيراميدز زي كابتن زيزو اللي هي بتاعه 3-0 بتاع مستر جروس، كنت مش موجود في الملعب وكنت عامل بلاوي سودا. بعدها على طول ماتش لما بوروس مشي وجه بيسيرو، ماتش بتروجيت اللي انت ضيعت من فيه كميه اهداف من على خط المرمى، ما كنتش شايف. فطبيعي انك تتشتم عادي جدا. زي ما هي دي ضريبه الشهره والفلوس اللي انت بتاخدها، ان انت يوم طالع في السماء لما بتبقى كويس، ويوم تحت الارض بتتشتم لما بتكون سيء وزي الخرا. فانت يعني ده مش مبرر، ده كذب عشان تضحك بيه على نفسك. وجمهور الزمالك ما بيضحكش عليه وما بيشتريش الشروه دي والكذب ده. فقال لك تعرضت للحمله واتشتمت، انت اتشتمت وغيرك اتشتم من جمهور الزمالك.
جمهور الاهلي شتمك، جمهور الاهلي ضرب كولر يا حبيبي في يوم من الايام بالازايز عشان خرجهم من بطوله. لما تتضرب هناك عشان لما تخرجهم من بطوله، ولا لما تعمل مسابقه يبقى زي الخرا وتتشتم، هتعمل كده؟ هنشوف الايام بينا. خد بالك يا بلنتيزو يا خائن يا جعان يا كاذب، الدنيا دي دواره والايام بينا، وهتشوف وهيترد كل اللي انت بتحكي فيه ده، وهنطلع نشمت فيك. هنقول لك شفت اتضربت واتشتمت عشان كنت زعلان من جمهور الزمالك شتمك. قال لك اتهام والدي انه عايز عموله وهذا لم يحدث في اي تجديد. ويسالوا مرتضى منصور حي يرزق وكابتن حسين لبيب. ما حصلش ممكن في اي تجديد يا حبيبي. ما حصلش ان ابوك او السيد الوالد حصل على عموله في التجديدات السابقه، لكن هذا حدث في التجديده دي ان ابوك كان عايز عموله. ايه المشكله يعني؟ ما تقول ان هو كان عايز عموله، ما هو خد من النادي الاهلي عموله يا حبيبي، ما هو خد عربيه وانت واخد عربيه. والدليل على ذلك ان رامي ربيعه طلع بعد ما انت رحت الاهلي قال لهم انا اخويا جاي وكيل وعايز عموله، وغيره قال لهم كذا لعيب بيقول لك في المفاوضات قال لهم انا معايا وكيل اخويا او والدي عايز عموله. يعني انت فتحت باب اصلا انت وابوك، باب جهنم على كل الانديه، ان كل واحد عنده اب واخ يقول عايز عموله. فانت برضه بتكذب وبتقول حاجات ما حصلتش. ابوك ما كانش بياخد عموله لكن طلب عموله في التجديد الاخير، ولذلك تم الانتقاد ليه شديد ولاذع وقوي من جمهور الزمالك ومن المحسوبين على الزمالك، عشان هو كان بيتشرج وبيصمصر فيك. هل ده حق ولا مش حقه؟ احنا شايفين ان الوكيل من حقه ياخد، دي قصه ثانيه، بس احنا بنرد على كذبك ان انت بتقول ما حصلش. لا حصل. بعد كده اتكلم في نقطه ثانيه وقال له ابراهيم فايق بيقول له الاهلي بدا معاك مفاوضات في يناير، ساعه لما كان بيتكلم عن نقطه قال له ما اكرم مشي مش عارف ايه ومضى من يناير، راح ابراهيم فايق قال له ايه زي ما الاهلي فوضى في يناير او الاهلي فوضى في يناير حاجه زي كده، راح الكاذب قال له لا ما حصلش. لا يا كاذب يا خاين يا جعان، هذا حصل. هذا حصل وانت ماضي مع الاهلي من 24 يناير، وناس كتير شافت بعينيها صورتك وانت قاعد بتاريخ 24 يناير وانت قاعد بتتفاوض وبتمضي في الاهلي. برضه بتكذب لاخر لحظه. وانا جايب لك الاحداث امبارح بالترتيب، وهنزل شويه كمان لاحداث سابقه استمرارا لكذبه. فهو كاذب برضه في نقطه ان ما حصلش ان هو اتفاوض مع الاهلي وهو ماضي في 24 يناير. قال لك انا لو عايز امشي استمرارا لكذب هذا الخائن الجعان، قال لك انا لو عايز امشي جالي فرصه اكتر من مره امشي وده ما حصلش. لا هذا حصل يا خاين يا جعان، هذا حصل يا كاذب. وبنستند بالنقطه دي بالدليل على تصريحات مين؟ تامر النحاس على اون تايم سبورت، الحوار مصور صوت وصوره. قال لك زيزو قعد قبل كده هو ووالده مع امير توفيق وقعدنا واتكلمنا وكان قريب جدا وبنفكر واتفقنا على كل حاجه، انه من الاخر ما معنى الكلام هيطلع ازاي ويرجع في كوبري يرجع على الاهلي. هذا حصل يا كاذب. قال لك ما حصلش ان انا كنت عايز امشي، امال قعدت قبل كده كذا مره ليه عشان تمشي؟ ونفس الحديث اتقال ان انت جالك عروض وابوك قعد والدك قعد مع بيراميدز. فمنين بقى ان انت بتقول جالي فرصه وما حصلش؟ انت بتكذب على مين؟ استمرار لكذب في كذب في كذب. فعشان كده خدت لقب الكاذب بالاضافه للجعان الخائن. واستمرارا لكذب زيزو بلنتيزو الخائن الجعان، نفتكر يا صديقي العزيز حلقه اسعاد يونس لما زيزو طلع واتكلم وقال اصل لما هي بتقول له يعني ايه ردك على المقوله اللي بتتقال في ان لا ليه كده يا زيزو ما بصيتش لبن شرقي امام عاشور فاضي؟ لا ما يحصلش، لا مش هيحصل. بكل بلاش اقول هيكون لفظ وحش، بكل محن هنمشيها محن. لا ما حصل، لا مش هيحصل. طب ما حصل، حصل ورحت. سيبك من كده اصلا انه حصل ورحت. انت الحلقه دي كانت في شهر 3 يا خائن يا كاذب، وانت ماضي بتاريخ 24 يناير زي ما لسه قايل دلوقتي، وكنت قاعد ومتصور والناس شافت بعينيها الصوره بالتاريخ ان انت قاعد يوم 24 يناير وماضي. فبناء عليه جالك يعني انت فين يعني ايه البجاحه دي؟ يالا انت ايه البجاحه دي؟ انت عينك قد كده قد كده، عينك انت بجح بشكل مش طبيعي. يعني قاعد في شهر 3 كانت الحلقه دي في رمضان مع اسعاد يونس تقول لا مش هيحصل، لكن لما قاعد قبلها في يناير وماضي ومتصور. كذب، بقول لك استمرارا لكذب. طب نرجع تاني بالاحداث شويه. غير كذبه وحلفانه بالله وبالطلاق وبحياه بنته انه ما مضاش في اخر المفاوضات الاخيره مع الاستاذ عمرو الجنايني وميدو وحازم امام.
وبناء عليه استاذ عمرو الجنايني طلع كتب البوست الشهير ان هو زيزو مش هيمشي واللي معاه حاجه يطلعها. ليه؟ بناء على حلفانه بالطلاق قدام عمرو الجنايني، استاذ عمرو الجنايني. زيزو لما قعد مع الثلاثي حلف بالله وحلف بحياه بنته وحلف بالطلاق الكاذب ان هو ما مضاش وان هو مش هيروح اي حته وان هو مستحيل يلعب في الاهلي. الكلام ده كان امتى؟ كان الشهرين ثلاثه الاخر دول. ابو زيزو كان عامل ايه؟ زي ما قلت لك من شويه مرتين، كان قاعد من يناير ماضي، من 24 يناير ماضي ومتصور وبيحلف بالطلاق وبحياه بنته وبالله كذب. كل هذا الكلام وكل ده بالدليل، ويطلع واحد ماسك ديله وهيتنطط في الكومنتات يقول لك صياحه اقترب، زيزو ادارتكم مش عارف مالها، زيزو اثبت ان انتوا كدابين، حد يرد عليه. طب ادينا ردينا عليه وبالدليل ان هو عيل خاين كاذب جعان، بالدليل وكل حاجه. النهارده تم الرد على هذا الجعان في حلقه كانت المفروض ان هي اتذاعت ومعموله في الوقت ده بطريقه معينه عشان تضايق جمهور الزمالك وتضيع احتفال جمهور الزمالك بالكاس، لكن بنحتفل وهنحتفل. ده كان الرد على كل تقريبا اكتر الحاجات الشائكه اللي اتكلم عنها الخائن الجعان الكاذب احمد بلنتيزو البالونه، كما يقال عنه جمهوره. ما هو دلوقتي بقى جمهور النادي الاهلي اللي هو زعلان ان جمهور الزمالك شتمه فيروح لجمهور تاني شتمه. كذاب، هتعمل ايه؟ قلت لك عيل بجح، مفيش اكتر من كده ممكن يتقال عليه. لو حصل اي كلام جديد في الجزء الثاني اللي المفروض يتعرض وفي كذب وهرتله وبجاحه، هنطلع هنا نكشفه ونرد عليه عشان يكون المجد للارشيف. الحاجات دي بتكون موجوده للتاريخ عشان كل بجح هيطلع بعد كده في يوم من الايام يتكلم نحط له الحاجات دي في عينه. ده كان كل معانا بخصوص الرد على الخائن الجعان الكاذب احمد بلنتيزو بالونه. يا صديقي العزيز زملكاوي، طالما وصل لك الفيديو ما تنساش استمرارا لدعم حضراتكم المتواصل الفتره الاخيره، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس واللايك والكومنت والشير مهمين جدا علشان صوتنا يوصل لكل الناس. كان معاكم اسلام دونجا في حلقه جديده من برنامج على الطاير، نتقابل دايما على خير يا صديقي العزيز، سلام.